عندي بقى نماذج استمراريه، والنماذج الاستمراريه دايما بنحطها تحت ايه؟ تحت كلمه المثلثات، لان معظمهم شكلهم مثلثات زي ما انتم شايفين كده. عندي 3 انواع من المثلثات كلهم غالبا بيعملوا ايه؟ نماذج استمراريه، يعني بيخلوا السعر يكمل في نفس الاتجاه. اشهرهم الشكل ده، المثلث التصاعدي او المثلث الصاعد. المثلث الصاعد ده بيتميز بايه؟ بيقول لك والله ان هو بيبقى عنده سقف افقي مقاوم، وسقف افقي يعني على نفس المستوى، زي ما انت شايف كده ان هم ايه؟ مقاومات كلها على مستوى واحد، مستوى ايه؟ افقي. تمام. وقيعان صاعده، يعني هو عمال يعمل هنا ايه؟ قاع، القاع اللي بعده اعلى منه، لكن القمم كلها متساويه. فمن الاخر هو بيعمل لك ايه؟ بيعمل لك كده ادي قاع وقمه هنا عند نفس المستوى، وقاع اقل وقمه عند نفس المستوى، وقاع اقل وقمه عند نفس المستوى. انت لو جيت وصلت كده هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك مثلث تصاعدي. طيب المثلث التصاعدي ده بيعمل ايه؟ بيوضح سيطره المشترين. فاي اختراق في الضلع اللي فوق ده مع اعاده اختبار ايه اللي يحصل؟ السعر يفضل مكمل في صعود، لان هو اصلا كان جاي من اتجاه ايه؟ من اتجاه صاعد. ده اسمه ascending triangle او المثلث التصاعدي. طيب عندي عكسه حاجه اسمها المثلث الهابط. عكسه بالظبط، انا عندي اتجاه هابط اهو، عمل قاع، بعدين عمل قمه، بعدين عمل قاع مساوي ليه، وبعدين قمه اقل، وبعدين قاع مساوي ليه، وبعدين قمه اقل، وبعدين قاع كده. فلو احنا جينا رسمنا دول كده ودي، هتلاقي ايه؟ هتلاقي مثلث عكس ده بالظبط، ده اسمه مثلث تنازلي. ماشي، descending triangle. المثلث ده برضو عنده قاع افقي والقمم بتاعته هابطه، ده برضو بيعكس ضعف ايه؟ ضعف المشترين. ماشي، وسيطره من البائعين. فمجرد الكسر في المستوى السفلي بتاعه هيبدا السعر يكمل ايه؟ يكمل هبوط. حلو. طيب عندنا مثلث متماثل. المثلث المتماثل ده بتلاقي السعر ماشي كده، عمل قمه وقاع، خلاص ماشي. طب وبعدين عمل قاع اعلى من اللي قبله، وقمه اقل من اللي قبله، وبعدين قاع اقل وقمه أعلى. يعني ما تفهملوش كده، عمال يتزنق. تحس ان ايه؟ ان السعر عمال يتزنق ما بين ايه؟ ما بين خطين مش متوازيين بقى، ما بين مثلث كده. اهو الحركه دي اللي بيحصل بعديها ايه؟ انفجار في السعر. يعني حركه الاكيوميليشن او التجميع دي دايما بيحصل بعديها انفجار في السعر. طب هيحصل تصاعد ولا سوري، صعود ولا هبوط؟ في النقطة دي أنا عن نفسي، أنا من حكم إن أنا شفت النموذج ده اتكرر كتير، أنا ما بحبش أقول إن هو استمراري. يعني لو جه من صعود ما بحبش إن أنا أقول إن هو هيكمل. هو ده بيحصل بنسبة كبيرة، ولكن ما بحبش كده. أنا بحب أشوف الكسر هيحصل فين. الكسر لو حصل في المستوى العلوي خلاص يبقى هو هيكمل صعود. طب افرض الكسر حصل بشكل كامل في المستوى السفلي، يبقى هيكمل هبوط. بغض النظر بقى هو هنا كان صاعد ولا هابط، أنا ليا الكسر حصل فعلا فين. ماشي، مش الكسر الكاذب، اللي هي بالكسر الحقيقي. الكسر الحقيقي هو ان شمعه كامله تقفل تحت المستوى ويرجع يعمل له اعاده اختبار. كده اقدر اعرف ان ايه؟ ان السعر هيكمل في الاتجاه انهي، سواء صاعد او هابط. خلاص، بغض النظر ايه اللي كان حاصل. لكن المثلثات دي بتبقى باينه قوي، لما الخط الافقي ده بيتكسر هو بيكمل صعود، والخط الافقي اللي تحت لما بيتكسر ايه؟ بيكمل هبوط. طيب بيبقى شكله كده، يعني اهو المثال ده هنا، ده شبه المثلث الايه اللي احنا لسه قايلينه، المتماثل، عمال يعمل قمه وقاع، وبعدين قمه وقاع اقل، قمه وقاع اقل، وبعدين تم الاختراق هنا فايه؟ نزل السعر. ماشي، حلو. طيب قبل ما نشوف باقي النماذج، نشوف هنا التارجت بيتحسب ازاي. يعني انا مثلا في المثلث التصاعدي ده، بمجرد الكسر هنا خلاص احنا فهمنا، او خلينا ناخد نرسمها لوحدها كده. انا والله عندي اهو صعود كده، فلو احنا جينا رسمنا كده هنلاقي ان ده مستوى اهو، وده كده طالع، فده ايه؟ مثلث تصاعدي. طيب خلاص، وكسر هنا، ده الكسر وعمل اختبار، فهدخل انا ايه؟ باي. خلاص كده جميل، مفيش مشكله. التارجت فين؟ احط التارجت بتاعي فين؟ اعمل ايه؟ اقيس المسافه من الحته اللي ورا بتاعه المثلث، اللي هي القاعده بتاعته اللي بدا يكون عندها المثلث، واشوف المسافه دي قد ايه. والله طلعت 100 نقطه، يبقى انا التارجت بتاعي من هنا ايه؟ 100 نقطه. نفس القصه في كل المثلثات. اي مثلث عايز اشوف التارجت بتاعي فين من الكسر، يعني هنا الكسر اهو، اقيس المسافه فين؟ عند الايه؟ الجزء السفلي بتاعه ده، القاعده بتاعته، اشوف المسافه دي قد ايه، والمسافه دي هي اللي هتحدد لي التارجت بتاعي فين.